السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعين قناة تربية الطيور مع الحواوشي على اليوتيوب، أهلا وسهلا بكم. طبعا احنا اتكلمنا مع بعض قبل كده في فيديوهات سابقة عن خلطات كتيرة، وازاي بنعمل الخلطات، وازاي نستخدم مثلا بواقي مخلفات المطاعم ومخلفات المجازر، وازاي تستخدم البقوليات في العلف والكلام ده كله. كل الفيديوهات موجودة على القناة. في بقى حاجة مشتركة بين الحاجات دي كلها، والحاجة ديت احنا لو حطيناها على اي خلطه من الخلطات او على اي بواقي اكل موجوده عندنا، دي بتخلي الطيور تاكل الاكل كله وبتخلصه. والحاجه دي سعرها مش غالي جدا، دي ب 3 جنيه. يعني هي الحاجه دي ب 3 جنيه تقريبا، ممكن تكون كمان اقل من 3 جنيه لو انت جبت منها كميات يعني كبيره. وحاجه مفيده جدا بالنسبه للطيور جدا كمان، وهتساعدك ان اي بواقي تكون موجوده عندك باذن الله باذن الله من غير مقاطعه الطيور تاكلها كلها. سواء كمان عندك دش، عندك مثلا رده، في مثلا عندك عيش ناشف، عندك زي ما قلنا اي مثلا من انواع الغله الغير صالحه للاستهلاك الادمي، وعاوز تضيفها انت الحاجه دي اللي احنا هنضيفها ديت، هنضيفها على كل الخلطات اللي احنا بنعملها، وتنفع برضو خلطات المواشي، مفيش مشكله خالص. هتخلي الطيور تاكل كل الاكل اللي موجود عندك. والحاجه دي موجوده معانا هي، طبعا احنا جايبينها ايه، هو في الشفشق بتاعه ده، هو لونه اسمر اهو. طبعا الحاجه اللي موجوده دي معانا ديت هي عشان بس الناس تبقى عارفه، ده الملاس. طبعا احنا كنا في كل الفيديوهات اللي فاتت كنا بنقول يا جماعه احنا ممكن نقلب الخلطات اللي عندنا، بدل ما نقلبها بميه نقلبها بالملاس. فهي المره دي احنا عرفنا نجيب الملاس اهوت. طب هو الملاس عباره عن ايه لو الناس يعني اول مره تشوفنا؟ احنا برضو كنا قلنا عليه قبل كده يعني. الملاس ده هو مخلفات العسل او مخلفات تصنيع العسل الاسمر، وهو مفيد جدا للطيور. يعني اهميته ايه؟ يعني هو هيعمل ايه مع الطيور او هيعمل ايه مع الخلطات؟ ايه الاضافه اللي هيضيفها على الخلطه المره دي الجديد يعني؟ ده اولا هو فتح للشهيه، وده الحاجه اللي احنا مركزين عليها جدا، بالاضافه ان هو مصدر للطاقه، وبيحتوي الملاس على كتير من الفيتامينات المهمه جدا للطيور، بالاضافه للاملاح المعدنيه. فهو مفيد جدا بالنسبه للطيور. غير ان الحاجه المهمه اللي احنا بنتكلم عنها يعني النهارده وهتشوفوها دلوقتي قدامكم، او اللي انا اقصدها بالفيديو يعني، ان هو اما بينضاف على الخلطه، احنا عارفين لو احنا بنحط خلطه للطيور، لو الطيور متعوده تاكل الدش بس هتاكل الدش وهتسيب الباقي، لو متعوده تاكل العيش هتاكل العيش وتسيب الباقي. هو اما بيتحط على الخلطه اولا بيخلي لها ريحه كويسه، هيخلي الطيور تقبل على الاكلها، يعني الطيور تاكلها وبتاكل بكميات كبيره زي ما هنوريكم دلوقتي. بالاضافه كمان ان هو بيخلي لون كل الاضافات العلف او كل بيقول على ايه، كل مكونات الخلطه اللي انت بتعملها كلها هيبقى لونها واحد، فبالتالي الطيور هتبتدي تاكلها كلها ومش هتسيب حاجه من اللي انت هتحطها لهم وهتاكلها. طبعا الخلطات اللي احنا كنا اتكلمنا عنها ضروري جدا. يعني انا ايه، انا لو انا دلوقتي عندي مثلا دش وعاوز اكله الطيور، انا لما اضيف عليها الملاس، وطبعا زي ما قلت لكم سعره 3 جنيه، مش حاجه يعني، بالتالي هيخلوا الطيور تاكل الدش بطريقه كبيره. يعني مثلا الناس تقول لك انا باكل دش، فالطيور ما بتاكلش فيه، ما بتقبلش على اكل جامد. لا، انا لما احط الملاس هياكل جامد، ما اكل رده ما اضيف عليها الملاس برده هياكل جامد. والحاجات دي كلها كل ما هنضيف الملاس على حاجه هيخلي الطيور تاكل الحاجات دي كلها كويس. بس احنا اللي احنا عاوزين نعمله ايه، انا لو هعمل خلطه لازم برده ما اعمل خلطه تكون متوازنه شويه او قريبه، يعني ان انا ايه، انا عاوز الطيور اللي عندي ما تكونش سمينه، عاوزها مثلا ما تكونش كذا، عاوز يبقى فيه حته زي ما بقول حته نسيره، فيه بروتين يعني موجود في الحاجه. فانا الافضل زي ما قلنا قبل كده من الخلطات دايما احنا بنحبها او بنفضلها بتكون ايه، 3 لواحد. يعني 3 كيلو مثلا، كيلو داش على كيلو عيش على كيلو رده مثلا، عليهم كيلو فول. ضروري الفول عشان خاطر ده هو مصدر البروتين اللي موجود. برضو انت لو مش متوفر عندك الحاجات دي وضفت عيش على رد على الحاجات دي كلها من غير الفول، وضفت عليها الملاذ، برضو هياكلوا. بس انا بفضل ان يبقى في دايما فول، لان الفول ده بيعمل ايه، زي ما قلت لك، هو ده اللي بيخلي الطير يبقى فيه لحم، فيه لحم ما يبقاش كله دهن والكلام ده كله. وطبعا كنا اتكلمنا عن الموضوع ده كتير في الخلطات اللي قبل كده، ان احنا دايما بنفضل الخلطه تكون ايه، الخلطه تكون 3 لواحد. بس احنا بنتكلم النهارده ايه، عشان الجديد النهارده في الخلطه هو الملاس. طبعا الناس كلها تقول لك طب الملاس ده سايل، انا هضيفه ازاي على الخلطه، او انا هعمله ازاي في البيت؟ طبعا احنا قلنا قبل كده ان الملاس ده لو انا ضفته دلوقتي على الخلطه زي ما انتم شايفين، انا اكن ايه، بطبخها يعني بعجنها. فانت بتعجن الخلطه دي، لو الخلطه دي ما استهلكتش او ما اتاكلتش في نفس اليوم ممكن تبوظ. انما لو انا هعمل كميات كبيره، طبعا هو الكميه بتاعته او بتاعته تقريبا يعني بيتحط 20 كيلو على الطن، يعني عشان تبقى الناس برضو عارفه. يعني هو لو انت هتحط منه هتحط 20 كيلو على الطن. طب انا دلوقتي انا بعمل في البيت، هجيب ازاي؟ انت ممكن تملى لك جيركن، حد يملاه لك من اي مصنع بيبيعه او اي حاجه يعني تخليها عندك، تحط انت بقى ايه، مثلا كوبايه على كل خلطه انت بتعملها. ما كانش ممكن تعمل لك 50 كيلو. طب انا هعمل 50 كيلو ازاي؟ انا لو هعمل خلطه يوميه زي اللي انا هعملها دلوقتي والطيور هتاكلها قدامكم وهوريها لكم، هوريكم تعمل ازاي. انا بقى لو بعمل حاجه كبيره ببتدي اشيل الملاس ده، يا اما على لو انا عندي مثلا غله غير صالحه للسلك الادمي بشيله على الغله او بشيله على الذره، يعني بقلب الملاس في الذره زي ما هوريكم دلوقتي. انا يعني ايه، هوريكم دي ودي، بس انا كده كده انا هعمله الحاجه اللي موجوده قدامي دلوقتي. انا مثلا هنا جايب بقى شويه دش،
دول شويه ذره وعليهم شويه غله، يعني ربنا يعافيكم كده. ايه الحر اللي فات ده كان خلاهم سوسوا يعني، فطالما سوسهم يبقى الطيور اولى بيهم يعني، مفيش اي مشكله خالص. هي انا دلوقتي هشيل عليهم الملاس. طبعا الملاس اللي موجود معايا ده كتير، وكان عاوز اكتر من كده، بس انا عامل حبه يعني ايه حاجه صغيره عشان الناس تشوف. بالاضافه كمان انا برضه اهو الفول اهم حاجه، جايبين شويه فول يعني ايه زي ما بيقولوا زي الفل يعني، فول نضيف خالص اهو زي الفل خالص، الفول زي ما انتم شايفين كده يعني. هنقلب ده كله على بعضه وهنشيل عليه الملاس زي ما هوريكم دلوقتي، بس هنقلب كله الاول على بعضه كده كويس. طبعا اهم حاجه ان احنا نشيله. بص احنا اول ما هنحطه كله يقول لك ايه دي عجينه، هي بقت كلها بتسيزه ببعضها، انت بتقعد تقلب بقى بتشيل كله على بعض. شفتوا انتوا بقى كده دلوقتي الطيور اهو زي ما بقول لكم خلى لون تعرف بقى تفرق لي دلوقتي الطيور تعرف تفرق بقى الفول من الذره من الغله، كله بقى لون واحد اهو. هو يعني صبغها بصبغه واحده طبعا كلها اهي. طبعا انت بتقلب كويس عشان خاطر ايه يبقى شيلته كويس. هو كان عاوز شويه ذره كمان وشويه حاجات، بس انا جايب له بقى الايه اللي هيخليه يجمد يعني، اللي هي هتشرب ده كله باذن الله دلوقتي حالا. اوريها لكم اهو. طبعا ده شكلها طبعا اهي بعد ما اتعملت الخلطه كلها زي ما انتم شايفينها كلها. فطبعا هي ريحتها مش هقعد اقول لكم ان ريحتها كويسه جدا يعني، هو ريحته كويسه بالاضافه كمان ان هو خلاها كلها اداها لون اهو. طبعا اللون ده مستصاغ بالنسبه للطيور يعني، الطيور هتاكل منه بكميات كبيره ما تقلقوش باذن الله يعني. هو ب 3 جنيه، اي حاجه تبقى عندك مخلفات هنضيفها هنخلص ده كله. طبعا انا عشان انشف الموضوع ده بص لو مش عارف بقى يعني، بص كده الملاس اهو في لسه حبه تحت اهو باينين هم يعني ايه عامل زي الميه. طبعا دي شويه رده بقى ايه بلدي من بتوع البيت، هتقلب عليها ده كله هتخلي لك ده كله يلم لك كل الميه وكل الملاس وكل حاجه. طبعا لازم تدعك الحاجه دي كويس كلها ببعضها كده، بحيث ان الملاس ما ايه يعني ما يبقاش جامد كده عشان ما تبص بس ما تعفنش منه. طبعا دي خلطه احنا عاملينها هتتاكل دلوقتي، هنحطها للطيور هنوريكم الطيور بتاكلها دلوقتي باذن الله يعني. لكن انت لو بتعمل بقى كميات كبيره بتفضل تضيف ذره خالص لغايه ما تحس ان الملاس كله اتشال الذره، وتقلب كويس بايدك وتفرك زي ما احنا بنفرك كده بحيث ان هو كله يبقى متقلب. هتعمل لك مثلا 50 كيلو ب 50 كيلو انت بتعملهم في البيت مفيش فيها اي مشكله خالص، وتبتدي تحط منها قدام الطيور. انا كنت المفروض جبت لكم يعني من الخلطه الجاهزه اللي انا عاملها عشان اوريها لكم بعد ما بتعمل بتبقى عامله ازاي، بس ايه مفيش مشكله يعني. هي دي اتقلبت كلها اهي، يبقى بدل ما انا بلف بالميه، انا بدل ما الف الحاجه دي كلها بالميه اهي زي ما انتم شايفين كده، انا لفيتها بالملاس اهي اكنك عجنت بالظبط الايه الخلطه. وزي ما قلت لكم الملاس ده سعره مش غالي، تقدر من اي تاجر اعلاف. لو انت يعني مش هتعرف توفر هتقول له مثلا جيب لنا 10 كيلو جيب له 20 كيلو، قول لهم عندك بتشتغل عليهم زي الفل. عايز اقول لكم ان ريحه الخلطه يعني ايه ما شاء الله جميله جدا يعني. طبعا ده الشكل النهائي للخلطه اهو، حاجه زي الفل خالص اهي كلها ببعضها اهي. طبعا دي باذن الله الطيور لازم تاكلها في نفس اليوم، انما لو انت هتعمل كميات كبيره زي ما قلت لكم بتعملها بايه بكميه كبيره. يبقى احنا اللي احنا جايين نتكلم فيه النهارده ان الملاس ده شيء مهم جدا بالنسبه للطيور. اي مخلفات موجوده عندك او اي شيء انت عاوز تحطه للطيور هتضيف عليه الملاس باذن الله الطيور هتاكل كميات كبيره. هو مفيد جدا بالنسبه للطيور هيخلوهم يقبلوا على الاكل. لكن انت ضروري لازم لما تعمل الخلطه زي ما قلت لك لازم تظبطها 3 لواحد ضروري جدا من الفول علشان خاطر الخلطه اللي تعملها على الاقل حتى الطير اما ياكل ما يبقاش خفيف يعني. عايز اقول لك انا باكل الطيور وتبقى خفيفه. انا الملاس هيخلي الطيور تاكل يعتبر فتح زي فتح الشهيه كده، فتح الشهيه بالنسبه للطيور فهيخلوهم ياكلوا اي حاجه انت هتحطها لهم. بالاضافه كمان انت بقى لازم تجود في الحاجه اللي موجوده عندك يعني ايه ما تبخلش على الطيور بالفول. ودلوقتي كده احنا هنوريكم بقى الطيور وهي بتاكل الخلطه دي عشان بس ايه. طبعا دول شويه من الخلطه اللي احنا كنا عاملينهم لانهم موجودين جوه هم، شويه من الخلطه اللي احنا كنا عاملينها هي بعد ما ضفنا عليها الملاس وضفنا كل حاجه. شوفوا اهي هي بص
ناشفه وكل حاجه، لانك انت شايلته للدش عشان بس الناس تبقى شايفه. مش عارف هو باين عندكم ولا، عشان بس انا بصور نفسي معلش. هي الخلطه هي بتبقى ناشفه اهي. خلينا نضيف ده كله بقى ايه، نضيف على الخلطه الجديده بتاعت النهارده. ثواني بقى نطلع لكم الطيور. طبعا زي ما انتم شايفين قدامكم كده الطيور عماله تاكل منها اهيت. لسه بس مطلعينها يعني بنفتح لهم معلش علشان ياكلوا يعني. وبكده يبقى احنا خلصنا. يبقى زي ما قلنا لكم في اول الفيديو، ب 3 جنيه هتعمل اي مخلفات موجوده عندك، هتضيف عليها حاجه ب 3 جنيه هتظبط لك الدنيا وتخلي لك الفراخ اللي عندك او الطيور اللي عندك تاكل وتقبل على الاكل، وباذن الله تعمل معاكم نتائج كويسه. لان احنا عارفين ان لما الطيور هتاكل بكميات كبيره بالتاكيد هتحول لحم والكلام ده كله. ولو عجبكم الفيديو هنعمل لايك وشير على الفيسبوك، وتابعونا على قناه تربيه الطيور مع الحواشي على اليوتيوب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.